ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ده اليوم الخامس من سلسلة انا عملتها اسمها كعمل الحر كمازن. فالنهارده انا جاي اكلمكم عن ايه اللي وصلت له لحد دلوقتي، ولو ما شفتش اول فيديو انا عملت فيه السلسله ديت شوفه، لانك مش هتفهم حاجات كتير قوي في الفيديو دوت. وبس كمل ده الاول، وبعد كده روح شوف اول واحد، لانه هيفهمك الدنيا كلها وليه اصلا انا دخلت المجال دوت وتعب نفسي وعمال اشتغل من واحرق كل ده كله يعني. ففي البدايه كده خلينا اقول بس فكره ومعلومه للناس اللي بتتابعني، لان انا عايز برضو كل المعلومات تبقى على المظبوط كده. ان انا ميديا باير بقالي فتره، يعني بقالي سنه ونص تقريبا، وعندي اوريدي اكسبيرينس في الموضوع دوت. درت حملات قبل كده كتير لاكتر من كلاينتس، لكن اللي انا فعلا مبتدئ فيه هو موضوع الفريلانسنج. انا عمري ما بدات واشتغلت مع نفسي فعلا وبقيت المسؤوليه كلها انا اللي مسؤول عنها، لا بل بقى الموضوع كله انا قضيت حياتي كلها في شغلانات ثابته وكده. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر بس عشان ما نبقاش في النقطه دي كتير، شوف الفيديو الاولاني اللي انا عملته عن السلسله ديت وبس. وهنا النهارده انا في الفيديو دوت جاي اقول لكم النهارده الحاجات اللي اشتغلت معايا، لان انا فعلا عرفت اجيب كلاينتس جداد وبسرعه جدا غير ما انا كنت متوقع. وجاي اقول لكم الحاجات اللي اشتغلت، الحاجات اللي مش هتشتغل معاك، ايه اللي تاثر الطريقه على نفسك ازاي على طول، تعرف تجيب النتائج بتاعتك ازاي في اسرع وقت. اول حاجه انا عايز اقول لكم ان من اهم الحاجات كفريلانسر انك انت تبقى طبعا عندك سكيل بتبقى واثق منها. فانت لو لسه لحد دلوقتي ما تعرفش ايه المهاره بتاعتك او ايه الحاجه اللي بتقدمها ولسه مش شاطر فيها كفايه، فروح اتعلمها الاول وخليك شاطر فيها، وبعد كده ابقى ركز على موضوع الفريلانس. لكن الابروتش اللي انا خدتها في الموضوع دوت ان انا كنت مستوايا كويس نوعا ما في الميديا باينج وما كنتش كويس قوي في الفريلانس، فركزت في زي 50 50 كده في الاثنين. فاول حاجه خلينا اتكلم على اول جزئيه في الفيديو اللي انا هكلمكم عنه، وهي فكره انا ايه اللي اشتغل معايا في موضوع الاوتريتش. ايه اصلا كلمه اوتريتش دي بالنسبه للفريلانسرز؟ لو انت فريلانسر كلمه اوتريتش دي معناها انك انت بتروح للكلاينت المحتملين اللي انت عايزهم يشتغلوا معاك، تقول لهم انا بقدم 1 2 3 4، وتحاول تبيع لهم فكره انك انت فعلا احسن واحد بيقدم الخدمه دي. عشان كده انا جيت لك في الاول وقلت لك تعلم اللغه او تعلم السكيل لحد ما تبقى متمكن منها، عشان تعرف تبقى واثق من كلامك مع الكلاينتس لما تكلمهم بعد كده. فدي حاجه من الحاجات اللي لازم تبقى مركز عليها في الاول. فدي بقى اول حاجات اشتغلت معايا من الحاجات ديت، ان انا كنت ببعت دي امز ومسجز وواتساب بتاع 20 ل 30 رساله كده كافريج في اليوم لكل الناس اللي تحت النيش اللي انا بتعامل معاهم. واللي ليه في حوار الفريلانس هيبقى فاهم معنى ايه، معنى كلمه نيش دي اللي هي معناها التخصص اللي انت مركز عليه. فانا كنت ببعت لهم 20 ل 30 رساله في اليوم. وتعالى اقول لك النهارده ايه اللي اشتغل من الاخر عشان ما تضيعش وقتك في اللي انا ضيعت وقت فيه. اول حاجه المسج على انستجرام وعلى فيسبوك مش بتنفع قوي. معظم الكلاينتس اصلا مش بيركزوا فيها ومش بيشوفوها، لان هي في الانستجرام بتظهر لهم في كلمه جنرالز ولازم يخش جواها عشان يشوفها وهو لسه ما يعرفكش، فمش هتبان له رساله اصلا. تاني حاجه نفس الكلام في فيسبوك، انت ممكن اصلا ما تلاقيش الاوبشن انك تبعت له المسج وكده. فافضل حل في الوقت دوت ان يكون ابعت له ماشي على الانستجرام. في منهم ردوا عليا في الانستجرام لكن نسبه ضئيله قوي اللي بيتابعوا وبيعملوا كده. لكن اللي احسن بكتير جدا من الانستجرام عشان توصل لهم هو اول حاجه الواتساب. ابعت لهم على الواتساب. فعلا مفيش حد دلوقتي بقى معهوش التليفون ان هو يفتح يشوف الواتساب ويشوف الرسائل اللي عليه، فلما تبعت له وتوصل للرقم بتاعه اللي عليه الواتساب هيبقى اسهل بكتير جدا انك توصل للكلاينت ده. ولو عايزين فيديو تاني ازاي انا بعرف اجيب المعلومات دي كلها، بعرف اجيب الواتساب بتاعه، الايميل، رقم تليفونه، كل معلوماته بعرف اجيبها من مجرد بس حبه سيرش على النت، اكتب لي في الكومنتس وانا هعمل الفيديو دوت. لان الموضوع ده خطير جدا لكل اي حد بيشتغل كفريلانسر عايز فعلا يلاقي كلاينتس. فالحمد لله بعد فتره ما قعدت ابعت المسج ديت على الواتساب وعلى الانستجرام والفيسبوك، اكتر حاجه اشتغلت معايا فيهم كانت الواتساب. تاني حاجه اشتغلت معايا فيهم ودي اللي كانت موت الصراحه، ان انت تكلمهم في التليفون. انت لما تيجي تبدا الخدمه بتاعتك ما تجيش تقول انا هروح اكلم اجانب على طول، لا مش هتنفع. اجانب عايزين منك تبقى انت معاك خبره كبيره، تبقى انت اوريدي جربت الموضوع كتير، تبقى انت معاك بروتوفوليو قوي جدا عشان يثقوا فيك، لانك انت واحد اصلا بتتكلم عربي، هم شايفين سامعين منك لهجه الاكسنت ومش هيثقوا فيك على طول. فلازم يبقى عندك بورتفوليو مع الناس اللوكالي اللي انت بتتعامل معاهم في الاول.
وده اللي انا عملته. انا ركزت في الاول في مكاني اللي هو كان مصر، وبعد كده خطتي المستقبليه اللي هتكلم عليها في اخر الفيديو، فانتظر عشان اقول لك عليها. هقول لك انا هعمل ايه بالظبط. في نفس الوقت كنت بكلمهم كولز لدرجه ان انا يعني رجعت حتى للسماعه كنت عايز اعيش نفسي في جو السيلز قوي اللي انا كنت عايش فيه زمان، وفي نفس الوقت اخش في نفس الجو عشان اعرف فعلا اقنع الكلاينتس بتوعنا شخصيا بقى المره دي. فدي كانت واحده من الحاجات برضو. فالحمد لله بعد يعني كنت بكلم كده من 2 ل 3 في اليوم، مثلا 4 5 اللي بيردوا عليا. يعني انا بتكلم على اللي بيرد، انا بتصل بكتير وفي كتير ما ردش. اللي ردوا عليا كان بيقولوا لي رد من الاثنين، في اللي بيبقى مهتم جدا ويبقى زي ما يكون مستنين انا اللي جاي اكلمه عشان اديله الخدمه دي وبجد بيودي معاك بسرعه، وفي اللي بيقول لك بص هو انا في الشغل دلوقتي ابعت لي على كل دي زي ما احنا في السيلز كده بنقول اوبجكشنز. بيقول لي ابعت لي على الواتساب كده عشان في الشغل دلوقتي وبتاع، وهشوف الاوفر بتاعك وهبقى ابعت لك يعني. فكل واحده من دي كانت سيلز كده او اوبجكشنز ظهرت لي، فكنت لازم احلها في الكولا عشان اعرف اكسب الكلاينت ده معايا واعرف اعمل له الخدمه دي فعلا واقنعه بالحاجه اللي احنا بنعملها. فدي من الحاجات اللي واجهتني في المكالمات، والمكالمات بجد قويه جدا وتعرف تجيب لك كلاينتس اسرع ما انت تتخيل. انك تقعد تبعت مسجز لواحد بشكل راندوم وهو اصلا شايف المسج كده اللي هو يهتم يا لا، فاهم قصدي. وممكن ابقى اسيب لكم المسج اللي سبتها، ولا دي هسيبها سر الصراحه اللي بعد كده للفيديو بتاع الاوت ريتش اللي هعمله، ان ازاي تعمل اوت ريتش صح. اللي رد عليه عدد كبير جدا من الناس، لان انا جربت فورماتس كتير قوي للحاجات اللي تنفع ولا ما تنفعش في خلال ال5 ايام دول، وكان في فورمات معين هي اللي نفعت معايا بشكل معين. دي كانت من اول الحاجات. تاني حاجه انا قعدت رغيت كتير جدا في 5 دقايق عن موضوع الرسائل، بس كان مهم موضوع الاوت ريتش. تاني حاجه موضوع البيرسونال براند. ما ينفعش تبقى فريلانسر وتبقى مكسوف لحد دلوقتي انك تنزل فيديوهات مثلا او تنزل عن نفسك عامه. ما ينفعش. لو انت بتشوف الفيديو بتاعي نزل فيديوهات ابوس ايدك لان بجد المستقبل دلوقتي. انت لو معاك 1000 واحد اتفرج عليهم 5-10 كلاينتس محتملين هيجوا يكلموك 1000 واحد. فاعملوا سوشيال ميديا يا شباب وما تتكسفوش وانزلوا. وبص مش عايز الناس اللي بتتفرج على المحتوى بتاعي تكون من الناس بقيه المجتمع اللي هو بس بيشوفوا السوشيال ميديا وكده واللي هو قلب سكرول سكرول سكرول. ما تبقاش كونسيومر، خليك كرييتور. فحته البيرسونال براند برضو بدات اشتغل على الانستجرام بتاعه، وباي ذا واي خش اعملوا لي فول هناك. بحاول اكبر البيرسونال براند بتاعي شاب زي زاك. والفيسبوك، وبدات على التيك توك لاحظت في حاجه هناك هبقى اقول لكم عليها بعدين، واليوتيوب. فالبيرسونال براند مهم. هو دلوقتي مش بيجيب لي كلاينتس كتار لان انا يا دوبك عندي 50-100 سبسكرايبر، وشكرا لكم جدا جدا. مش متخيلين كميه الفرحه اللي انا فيها ان انا شفت العدد ده اصلا. وبس ده عن البيرسونال براند. نيجي بقى لاخر بوينت، او مش اخر، في بوينت كمان، حته السكيلز. انت كميديا باير في المجال بتاعنا بالذات هو مجال مش ستاتيك، مش اللي هو هتتعلم له حبه مثلا وخلاص على كده. مش جرافيك ديزاين مثلا. جرافيك ديزاين هم ممكن لو انت قعدت فتره كويسه تبقى انت ديزاينر كويس عارف الديزاينز تعمل ازاي، اشكالها وانواعها وخلاص. بس في الميديا باينج انت فيسبوك لوحده بيتغير كل اسبوع، في حاجه لوحدها، في خبر هنا، في حاجه ستراكشر هنا بتشتغل، حاجه ما بتشتغلش هنا. فلازم تبقى اب تو ديت يعني في كل السكيلز اللي بتعملها. وبس عشان ما اطولش عليكم ولا اطول براحتي يعني، في موضوع اخر حاجه اللي هي علاقه بالبلان بتاعتي بعد كده لبقيه الايام، وازاي هنبدا نكبر الموضوع اكتر. لان انا ناوي فعلا ان انا ابقى من احسن الناس ديت. وخلي الفيديو ده يعني زي سيف كده ليك، لان انا فعلا ان شاء الله الموضوع ده انا ناويه لدرجه ان انا مهووس بيه. فالبلان بتاعتي الجايه، البلان ان انا ابدا اكبر البراند بتاعي كمازن اللي انت شايفه. والفكره العامه او الهدف الاساسي بتاعي ان انا ابدا اكبر نفسي كبراند مازن، ومن البراند ابدا افتح بيه ايجنسي بتاعتي وافضل اكبر. يا شباب مش عايزين نفضل داخلين في دولومه ان انت تفضل صغنن اللي هو بتشتغل شغلانات بس. واكمل عمل فيديوهات. انا اصلا ما كنتش اعرف ان انا الموضوع بالروقان انا كنت فاكر ان الموضوع عمل فيديوهات ده ازمه وحاجه تقيله على القلب. بس انت لما تاخده بالشكل اللي هو مناسب معاك، يعني الشكل المناسب معايا ان انا بفتح الكاميرا اتكلم معاكم، ممكن احط شويه اضاءه هنا بس عشان تشوفوني، عشان دلوقتي بالليل. لما تشوف الفيديو الاولاني هتكتشف ان انا اصلا
بتكلم كده وانا فاتح الشباك وعلى الله يعني. فده الستايل بتاعي. الحاجه تانية اللي انا ناوي اعملها ان انا اكمل الاوت ريتش بتاعي واوصل لكلاينتس. دلوقتي في تقريبا معايا بتاع 3 او 4 كلاينتس اللي شغالين معانا. ناوي اكبر العدد ده واوصل مثلا ل 10 كلاينتس، لان بعد ال 10 كلاينتس انا هركز انترناشونالي اكتر على مثلا اماكن زي مثلا بقى اللي حوالين مصر بقى، زي الامارات، سعوديه، عشان عايزين نقبض بالعمله. فدي واحده من الخطط برضو اللي احنا عايزين نعملها. وطبعا هفضل ماشي بنظام الاوت ريتش اللي انا ماشي عليه، واتعلم من يوم للتاني، وابقى انزل لكم فيديو عن الموضوع ده لو انتم مهتمين بيه. وفي نفس الوقت اخر حاجه انا ناوي اعملها ان انا افضل برضه اطور من السكيلز بتاعتي، لان انا مش عايز الموضوع ينتهي ان انا ابقى اوت ديتد في موضوع الميديا باير، ومعرفش اخلي الكلاينتس يفضلوا يكملوا معايا. هم لحد دلوقتي الكلاينتس اللي معايا مستمرين معايا لحد دلوقتي في كل خطوه. يعني انا معايا كلاينت من 2023 مستمر معايا، لانه بيجيب نتائج فعلا واو من الكامبينز اللي احنا بنعملها له، وفعلا ال10 جنيه اللي بيحطها بيطلع له قدامه 100 جنيه. ف فعلا البيد ادز او الاعلانات المموله لما بتعمل صح بتبقى بيزنس عمره ما بيقف، بيفضل شغال. مش زي مثلا الجرافيك ديزاين، ممكن برضه يفضل مكمل معاك لكن ممكن يشوف غيرك برضه. فبس ده اللي حبيت اقوله النهارده. لو شفت الفيديو ده للاخر لحد الدقيقه ال11 او مش عارف هيطول عن كده ولا اكتر، فبجد متشكر جدا ليك جدا، وانت شخص كويس، وان شاء الله هتوصل للي انا عايز اوصل له لو دي نفس نيتك ونفس هدفك. وبس متنساش تعمل يعني فولو، سبسكرايب، لايك، اي زرار بقى تلاقيه قدام. سلام.